سؤال بيتكرر كثيرا من حته، يعني بكلمكم من حته حلوه قوي وانا واقفه كده في وسط الميه. البحر الاحمر، البحر الاحمر يا جماعه، ما حدش يقول لي البحر الاحمر. المهم ما علينا. سؤال يتكرر كثيرا: امتى احس ان انا جاهزه او انا جاهز للارتباط؟ هو في علامات كده للنضوج العاطفي او النضوج الفكري اللي يخلي الواحد مش خطر على الطرف الاخر او مش خطر على العلاقه نفسها. اول حاجه انه ما نبقاش متوقعين انه في حد بيرفكت، حد كامل. ما نبقاش متوقعين انه في حد بلا عيوب، وطبعا هو ده اللي احنا عاوزينه كلنا، بس ما فيش. فلو ادركنا انه ما فيش يبقى كويس قوي. تاني حاجه انه لازم نعرف انه شروطنا مش كلها هتبقى موجوده في شخص واحد. دي برضو حاجه مهمه ان احنا نعرفها وندركها. لو اللحظه اللي ندرك فيها انه المواصفات اللي احنا عاوزينها تفصيل مش هتبقى كلها موجوده في شخص واحد، لازم نتنازل شويه. ده برضو علامه من علامات النضوج، ويلا نرتبط مفيش مشكله. الحاجه الثالثه انه ابقى عارف انه انا لازم ان في حاجات هعملها وانا شايفها صح والطرف التاني شايفها غلط، فهبطلها او هعتذر عنها. فدي برضو حاجة مهمة جدا ان احنا نعرفها، علشان ممكن تلاقي نفسك او تلاقي نفسك بتعتذري عن حاجات انت مش مقتنعة عنها.